هنبدأ بأول حاجة معانا يا جدعان. نادي فاركو اتلقى عروض من الأهلي وبيراميدز والزمالك عشان يشتروا لاعب عمرو ناصر. طبعا فاركو مش هيسكت، لا فاركو راح جاي لك اللاعب عشان يمشي مطلوب فيه 50 مليون جنيه. لا اشربوا يا باشا، اشربوا. تمام. خوسيه ريفيرو المدرب الجديد للأهلي سيصل القاهرة في الساعات القليلة القادمة، والمتوقع معه هيجي معه يعني هنا في القاهرة ماشي 5 مساعدين. حتى الآن الاسم الوحيد المؤكد هو كارلوس يودر ماشي، والباقيين مش مؤكدين لعدم رحيلهم من نادي اورلاندو بايرتس ماشي. هنخش على اللي بعديه. نادي الوقرة القطري رفض تماما طلب النادي الاهلي المصري بشأن التعاقد مع اللاعب حمدي فتحي بشكل نهائي، وتمسك باستمرار اللاعب معاه. رامي ربيعة ومشاكل رامي ربيعة الاهلي عرض عليه انه يكون لاعب من الفئة الاولى وياخد مرتب فئة اولى، ولكن هو كان عايز مرتب فئة متميزة، ولغاية الان اللاعب موقع او مخلص كل اتفاقاته مع بيراميدز، ما فاضلش الا التوقيع. المهم وصلنا المهم شوقي غريب يا باشا مدرب نادي شوقي غريب المدرب المصري اللي كان ماسك منتخب مصر سابقا، مدرب نادي المريخ السوداني. تمام. وصاحب هنا بريد، عشان مدرب المريخ السوداني مصري اللي هو شوقي غريب، وصاحب هنا بريد قال لك الهلال المريخ السوداني يلعب في الدوري المصري من الموسم القادم عشان صاحب هنا بريد. رد شوبير رد مقنع وبصراحه مضحك في نفس الوقت، وقال لك ايه؟ طب انا عندي نادي في اسمها هي دي مش عارف ايه، قال بلد كده، وقال لك انا عندي نادي مثلا فيها وعنده مشاكل وعايز يشارك في الدوري المصري وانا صاحب ابو ريد. فالمهم الاتحاد برضه اتحاد الكره المصري طلع بيان نفى الخبر وقال لك دي شائعات بس الله اعلم. والمهم وبكده يا حبايب قلب اخوكم خلصنا الموضوع. السلام عليكم، لايك وشير، ربنا يكتب لكم السلام.